اللي بيتمرن كل يوم هو نفس الشخص اللي بينجح في الاستثمار. خليني اقولك ازاي. 3 حاجات علموني نفس الدرس: طب، الجيم، الاستثمار. في الطب، مريض السكر لازم ياخد الدواء كل يوم نفس الميعاد، مش لما يفتكر، مش لما يحس بتعب. لما بيلتزم السكر بيتظبط ويعيش طبيعي. في الجيم بتمرن 5 ايام في الاسبوع، مش لما يبقى عندي وقت، مش لما احس بنشاط. تمرين بانتظام، النتيجه جسم اقوى، طاقه اكتر. لكن لو اتمرنت لما احس، مفيش نتيجه. في الاستثمار كل شهر اشتري ذهب، مش لما السعر ينزل، مش لما يفضل معايا فلوس زياده، لا، مبلغ ثابت بانتظام. النتيجه بعد سنه، اصل حقيقي. لكن لو اشتريت لما يفضل معايا، مش هشتري ابدا. الخيط المشترك بين ال3 حاجات دول هو الانضباط، مش الموهبه، مش الحظ، مش الفلوس الكتير. في الطب الانتظام اهم من الكميه. احسن تاخد الدواء كل يوم بجرعه صغيره من انك تاخد جرعه كبيره مره واحده في الاسبوع. في الجيم احسن تتمرن نص ساعه كل يوم احسن من 3 ساعات مره واحده في الاسبوع ولا في الشهر. في الاستثمار كذلك، احسن لك تشتري شويه كل شهر من انك تستنى لحد ما يفضل معاك مبلغ كبير. ليه الانضباط بيكسب؟ الاول تراكم. يوم في الجيم مفيش فرق، شهر تغيير واضح، سنه جسم مختلف. استثمار بسيط كل شهر، سنه اصل حقيقي، 5 سنين فروه. التاني تجنب الوقت المثالي. لو هتستنى الوقت المثالي مش هيجي. اشتري كل شهر بغض النظر عن السعر، المتوسط في الاخر هيكون كويس. تالت، بناء عاده. الاستثمار مش قرار، الاستثمار عاده، زي غسيل السنان بالظبط. لما يبقى عاده بيحصل بدون مجهود. القاعده: ابدا صغير واستمر. مش مهم تبدا بمبلغ كبير، ابدا بمبلغ بسيط. المهم تبدا، والاهم تستمر. الصحه والفلوس شبه بعض، اللي بيهتم بيهم من بدري ما بيدفعش الثمن بعدين. اكتب في التعليقات هتبدا النهارده بكام كل شهر، اكتب رقم وعاهد نفسك.